اللي يشوفها كده يقول ان انت بقى ايه متعوبة عليها وشكلها حوار يعني. بس هي بصراحة يعني اسهل من السهولة بكتير. تعالوا كده نسمي الله ونشوف الطريقة بتاعتها عاملة ازاي. معانا اول حاجة 3 بيضات، ولازم تكون بدرجة حرارة المطبخ تمام، ورشة من الفانيليا، ومعانا كمان كوباية من السكر، وكمان في نفس الكوباية نص كوباية من الزيت، وكوباية من اللبن، وهنزود كمان عليهم نص كوباية، وحسب نوع الدقيق ممكن كمان نزود شوية من اللبن تمام. باختلاف يعني الدقيق. وبعد كده بنات هننزل 3 معالق كبار هرميين من الكاكاو عشان تديها كده طعم وريحة خطيرة للكيك. وبعد كده هضرب الكلام ده كله في الخلاط. بعد كده هجيب بقى المواد السايلة في بولة، وبعد كده هنزل بالمواد الجافة. وبعد كده يا بنات هجيب 3 كوبايات ونص من الدقيق، هنخلهم كويس جدا جدا بالشكل ده عشان تديكي بقى هشاشة كده للكيك، وتبقى مرتفعة، وتبقى ايه مفيش تكتلات، تبقى 100 تمام. بس كده هبتدي ان انا بقى ايه يعني بنخلهم بالشكل ده كده 3 كوبايات بالمعيار الكوباية اللي بتبقى موجودة في كل بيت بالشكل ده. بس يعني شغلي كله كان بالكوباية دي. وبعد كده كيس بتاع الكيك شيف، انا بحبه بصراحة عن البيكنج باودر. بعد كده هحاول ان انا اقلبهم مع بعض كده الاول، الدقيق مع البيكنج باودر، وهديهم بقى تقليبة بالشكل ده لغاية ما يبقى معاكي القوام كده. ممكن في المرحلة بتاعة التقليب تبقى معاكي تقيلة لان بتحصل معايا كتير، فتزودي شوية من اللبن تمام. بعد كده هجيب الصينية بتاعة الفرن، الصينية العادية دي دهنتها بالفرشة كده بشوية من الزيت زيادة اطمئنان كده ان الكيكة تطلع بسهولة، وحطيت عليها كمان ورق زبدة، وهبتدي ان انا انزل عليها بالخليط الكيك بالشكل ده، وهبتدي ان انا يعني احاول ان انا اسويها. شايفين؟ بس كده سهلة جدا جدا جدا. هدخلها بقى الفرن، هتقعد معاكي يعني 25 دقيقة وتختبريها كويس تشوفيها كويسة ولا ايه، عشان برضو بيختلف من فرن للتاني. بعد كده تعالوا بقى هسيبها كده على جنب بعد ما طلعت معايا بالشكل ده. بس ما تسيبهاش يعني اكتر من كده تمام، الا اذا كانت لسه فيها يعني لسه ما استوتش او ما ظبطتش معاكي. بس تعالوا بقى نعمل الكريم شانتيه على بال ما تبرد كده. بعد كده يا بنات هجيب كوبايه من اللبن المثلج، عليها بقى كوبايه من الكريم شانتيه، وطبعا في الاول هحط 4 معالق من السكر، وهدوب اللبن والسكر مع بعض. بعد كده هضيف الكوبايه الكريم شانتيه، وهضرب فيه بالشكل ده لغاية ما القوام يبقى كريمي كده معايا. ممكن برضو تحتاجي لبن لو الكريمة معاكي تقيلة، برضو بتختلف من نوع كريمة للتاني. بعد كده جبت الموز، قطعته بالشكل ده كده قطع كده ايه صغيرة شوية، ويعني بتاع 4 موزات او 5 بالشكل ده، وضفتهم على الكريمة، وبدأت ان انا اقلبهم مع بعض، وعليهم كمان شوية من الشوكولات شيبس. شايفين بقى الكيك قطعتها كده باي كوباية اي مقاس انت عايزاه بالشكل ده، قطعته كده بكل سهولة. شايفين سمك الكيك عامل ازاي؟ حلو جدا ومظبوط. وبعد كده يا بنات هجيب كوباية الا ربع من اللبن ومعلقة من السكر كبيرة، وهديهم تقليبة علشان اسقي بيها الخليط الكيك بالشكل ده. وطبعا علشان افرم شوية الكيك اللي كانوا طلعوا بقى من بواقي الكيك الدواير اللي احنا طلعناها دي، هتجيبي بقى ايه معاكي المبشرة بالشكل اللي انت شفتوه ده كده، وهجيب بقى القطع بتاعة الكيك وهبتدي ان انا ابشرها. ممكن كمان تسهلي الموضوع عليكي، تجيبي مثلا الكبة وتفرمي فيها بقية الكيك لغاية ما يبقى معاكي بالشكل ده كده. بعد كده حطيت زي ما شفتوا كده الكريمة بالكيس الحلواني، ويعني بس مفيش اسهل من كده. وبدأت ان انا اجيبها وفوق الكيك المبشور، وبدأت ان انا انزل عليها بالكيك بالشكل ده كده على الكريمة لغاية ما خدت الشكل الخطير ده. شايفين شكل كده جديد، وهي بصراحة حلوة كده للأطفال برضو هيحبوها جدا جدا، والكبار برضو بصراحة يعني حلوة خالص. بعد كده
دي الخطوة دي اختيار، يعني حابة ان انت تزودي الموضوع ماشي، مش حابة خلاص تمام. هي كده عادي بقى تدخليها التلاجة وتبقى معاكي يعني فل الفل. انا هنا كان عندي شوكولاتة خام، وكان عندي برضو شوكولاتة سما اللي هي النوتيلا. دوبت الاول الشوكولاته الخام مع معلقه زيت، يعني هاخد حاجه بسيطه كده من الشوكولاته لغايه ما اعملها على حمام بخار. هدوبها بقى كده واسيحها، وهنزل عليها بمعلقه او معلقتين من الزيت وهديهم تقليبه، وهنزل على الكيك بالشكل ده. وده كده الشكل. وحطيت كمان الخطوط النوتيلا البيضه دي مع معلقه من الزيت من غير ما احطها على بخار ميه ولا حاجه. معلقه كبيره من الشوكولاته البيضه مع معلقه زيت او معلقتين، وهديهم بس تقليبه كده بسرعه بسرعه لغايه ما تدوب معاكي. وكيس حلواني برضو كده بتعملي بيها الخطوط البسيطه دي مع شرايح بقى بسيطه كده من الموز، وبقت معايا بالشكل الجميل ده. بصوا خطيرة خطيرة خطيرة، وتجديد برضو للأطفال وتجديد لينا برضو عن الطريقة العادية للكيك. جربوها وإن شاء الله تعجبكم بأمر الله. بس كده ما تنسيش حبيبة قلبي تعملي اللايك للفيديو، ويا ريت تشترك في القناة علشان تنوريني. واشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.